في تصريح مثير للجدل، عبر البلجيكي هوغو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا عن عدم رضاه عن تنظيم كأس أفريقيا المقامة بالمغرب، معتبرا أن الأجواء لا ترقى إلى مستوى البطولة القارية، وذلك عقب المباراة التي جرت بملعب أكادير الكبير بين مصر والبافانا بافانا. وأكد بروس في حديثه لوسائل الإعلام أن عائلته واجهت صعوبات كبيرة قبل دخول الملعب، قائلا: عائلتي كانت حاضرة في المباراة، كانت فوضى عارمة قبل انطلاق اللقاء، الشرطة لم يسمحوا لأحد بالدخول إلى الملعب، لقد منعوا الجميع حتى الأشخاص الذين لديهم تذاكر لم يستطيعوا الدخول لأنه كان هناك حشد من الناس الذين لا يملكون تذكرة. وأضاف المدرب البلجيكي أن الوضع أثار خوف زوجته بسبب وجود أحفاده، موضحا: زوجتي أخبرتني أنها كانت خائفة لأن أحفادي كانوا حاضرين أيضا، لهذا أقول إن التنظيم ليس جيدا، مشيرا إلى أنه لم يشعر بنفس الأجواء التي عاشها في نسخ سابقة من البطولة. وتابع بروس مقارنة بين المغرب وبلدان أخرى: حتى أني لم أشعر بنفس الأجواء التي عشتها في الغابون أو كوت ديفوار، لم أشعر بأجواء كأس إفريقيا هنا رغم توفر الملاعب والبنية التحتية. وختم بالقول: صحيح أن الملاعب موجودة وكل ما تريده موجود، ولكن لو لم يسمحوا للناس بالدخول مجانا إلى الملعب فلن ترى أحدا في المدرجات، علما أن مباراة جنوب أفريقيا ومصر عرفت حضور أزيد من 40,000 متفرج.